مرحبا بكم أصدقاء قصتكم بصوتي من كل مدينة وقرية ومن كل ركن في المغرب وخارج المغرب. بغيتكم تعرفوا أن كل حلقة من هذه السلسلة ما كتكونش مجرد حكاية، بل لقاء بين القلوب، لقاء كيجمعنا حول قصص حقيقية أو مستوحاة من واقعنا، فيها الضحك وفيها الدموع وفيها الأمل اللي ما كيموتش. اليوم غنمشي بكم لمدينة فاس، اللؤلؤة العتيقة اللي جدرانها مطلية بتاريخ قرون، أزقتها كتفوح بريحة الخبز البلدي والزعفران والجلد. فاس ماشي غير مدينة، هي روح كتحضنك بحضن الأم وتهمس ليك في ودنيك. كل حجرة هنا عندها قصة وكل سوق هنا فيه سر. السلام وسط الزنقة العامرة بالناس كان السوق فيه كل شيء، ريحة الكامون، صياح الباعة، وقلوب كتجري تربح الدرهم باش تعيش النهار وتبدا من جديد. وكان هو مول السوق، تاجر معروف، صوته كيغلب باقي الأصوات ووجهه ديما مبتسم، لكن ديك الابتسامة ماشي من القلب. كان كيدوز النهار كله بيع ويشري، يبيع الرخيص بالغالي ويقول الرزق على الله، لكن كان عارف أن رزقه مبني على الكذوب والميزان ماشي عادل والكلمة كتخدع قبل ما تقنع. سنين وهو مسرح في الحيلة، الناس كتقول عليه شاطر وهو كيقول على راسو فهيم، لكن اللي قلبه خاوي ماشي بالفلوس كيعيش ولا بالبضاعة كيتوزن. حتى جا النهار السما كانت صافية، لكن الحقيقة نزلت عليه بحال الرعدة. واحد المرأة كبيرة في السن كانت كتجي تشري من عنده كل جمعة، ضحكته كانت كتشجعها وحديته كان كيسخن قلبها، حتى ماتت وهي كاتبة في وصيتها ردوا الباقي من رزقي، ماشي ليا ولكن لله. ما فهم والو، قلبه تقلب، خاف وشاف وجهه في المراية وما عرفوش. ديك الليلة ما جاش النعاس وبقى الصوت ديالها في ودنيه ووجهها قدام عينيه وقبرها في خياله. وهو كيسول راسو، واش كنت كندير رزق الناس بضحكتي؟ من داك النهار سد حانوته ومشى للحومة، قلب على الناس يرد كل حاجة خداها بلا وجه حق. مشى للمسجد وغسل يدو بماء وضوء واتقى الله وسوى بين كفات الميزان، وبدا يعلم ولاد الحومة أن التجارة تكون بالنية والكلمة ما تكونش فخ والميزان ما يميلش. اليوم ما بقاوش كيناديو مول السوق، وإنما كيناديو سيد الحرفة والنية، لأن السوق كيتسد لكن قلب الإنسان إلى الطاقة يقدر يفتح باب الجنة. القلب الفارغ ما يعمر لا ذهب ولا فضة، بل الصدق والنزاهة، والربح الحقيقي هو اللي كيبقى معك حتى بعد ما السوق يتسد. إذا عندكم قصة من حياتكم أو من محيطكم فيها درس أو لحظة غيرت مساركم، شاركونا بها. هاد السلسلة منكم وليكم، وكل حلقة فيها فرصة باش نوصلوا أصواتكم. ما تنساوش شاركوا هاد الحلقات مع أهلكم وأصحابكم، ونخليو الخير والكلمة الطيبة
يدوروا بينا. كنت معكم أنا سلطانة. سلام.